السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد. والنهاردة هنعمل مع بعض بمناسبة السقعة بقى اللي احنا فيها دي حلة محشي كرنب كده حلوة ممتازة. يلا بينا نشوف طريقتي فيها والخلطة المميزة وكل الأسرار علشان تعملوا أحلى محشي كرنب. لو انتوا أول مرة لسه بتشوفوا القناة متنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نسمي ونصلي على رسول ونشوف هنبدأ الفيديو بتاعنا ازاي. أول حاجة عندي الخضرة هغسلها، انضفها كويس واغسلها وانقعها في شوية مية عليها خل. وهقطع بصل ناعم زي ما انتوا شايفين، وهحط معلقة بقى من الدهنة مع ربع كوباية من الزيت. ونحط البصل بتاعنا. الدهنة دي دهنة اللي هي زي لية الخروف او لية العجل، لية الضاني، اي دهنة بسيحها. بحط عليها فلفل اسمر حصى وشوية زيت، وبعبيها في برطمانات وبطبخ منها الخضار والمحشي بتبقى تحفة. أول ما البصل يبدأ لونه يصفر، يعني ريحته تطلع، بحط عليه رشة من الفلفل الأسمر. بقلب كويس جدا وبنزل بلتر من عصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. بحط بقى معلقتين كبار من الصلصة اللي هي معجون صلصة الطماطم. وما ننساش طالما بنحط صلصة نحط السكر. ونزلت كمان بكوباية من المية عشان الصلصة، وهقلب كويس جدا. انا عايزة الصلصة بتاعتي تكون حمرا. معايا بقى مجموعة من البهارات وهي كمون، كزبرة، فلفل اسمر، بابريكا، جنزبيل، حبهان بودر، ومعلقة كبيرة من خلطة بهارات المحشي دي يا جماعة بتدي طعم وريحة للمحشي خطير. بتجيبيها من عند اي عطار واي ماركة مفيش مشكلة. بعد كده هنشوف الصلصة بتاعتنا قربت دخلت على الغليان كده، ننزل بالبهارات بتاعتنا. بعد كده نحط بقى دي معلقة من السكر صغيرة. وبعدين نقلب كل البهارات مع بعض ونحط الملح. اظبطي الملح بتاعك بقى وسيبيها تغلي كمان غلوة كده مع البهارات لغاية ما تلاقي الإيدام بتاعها طلع على وشها كده، يبقى هي كده الصلصة بتاعتك جاهزة وتسبكت وتمام. أما كده لسه سايلة، لسه فيها بعض السوائل، هنستناها تسبك كمان شوية. مهم جدا 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 زي ما انتوا شفتوا كده، انا ما بقليش للبصل، انا بس يا دوب البصلة تصفر مع الدهنة والزيت. تمام. بغسل بقى الرز بتاعي الكمية اللي انت عايزاها. ممكن تغسلي كيلو من الرز وصفيه كويس جدا، متخليش فيه مية خالص زي ما انت شايفة كده. وحطيته في الطبق، وهقطع الخضرة بتاعتي وهنزل بيها على الرز. بحب احط الخضرة على الرز عشان تبقى فريش وتدي طعم وريحة حلوة جدا، ما تحطهاش في الصلصة. هقلب كويس جدا جدا الرز مع الخضرة. وفي حركة كمان، البصل اللي انا قطعته في الاول خدت منه معلقتين على جنب، هقول لكم هعمل بيهم ايه كمان شوية. قلبي كويس بقى الرز مع الخضرة دي عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس، بنضفهم وانقعهم في مية وبعدين انشلهم من المية كده وادلقها، وبعدين اغسلهم تحت المية الجارية. ما تبقيش نقع الخضرة في حاجة فيها مية وتقومي قلبها كده بالمية، الطين اللي فيها او لو فيها اي اتربة بتنزل تترسب في القاع. لما تيجي تدلقيها بتدخليها جوه الخضرة تاني، فانشيلي الخضرة منها كده اهو علشان خاطر تبقى جميلة. هنا ضفت معلقة تانية من بهارات المحشي على الرز بالخضرة، وهقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده علشان ادخل بقى ايه كل الخضرة في وسط الرز كده، مع تخلي الطعم حلو قوي. ونبص على الصلصة بتاعتنا بقى هنلاقيها كده تمام التمام واستوت وزي الفل. اول ما تفصل الايدام بتاعها هيبقى على الوش كده زي ما انتوا شايفين، اللي هي المادة الدهنية يعني، يبقى كده هي جاهزة. هنزل بالصلصة بتاعتي على الرز والخضرة وهقلبها كويس بقى. اعتذر بقى عن البخار اللي طالع ده، معلش. هقلب كويس بقى الرز مع الخضرة مع الصلصة لغاية لما كل الرز يتغلف كده ويبقى متغلف بالصلصة. شايفين خلطة في منتهى الجمال. فاضل اخر اضافة اللي قلنا عليها معلقتين البصل المفرومين اللي سيبناهم على جنب، حطيت عليهم فلفل اسمر، كزبرة، كمون. دعكتهم كويس جدا بايدي زي ما انتم شايفين كده عشان اطلع ريحة البصل. وهحطه وهو ني كده على خلطة المحشي زي ما انتم شايفين كده، وهقلبه كويس جدا جدا.
الحركة دي بتديكي للمحشي طعم حكاية. عندي بقى ورق الكرنب زي ما انتوا شايفين بقى، بقطعه وبسلقه بالطريقة العادية اللي انتوا عارفينها. لو عاوزين اوريكم طريقة سلق الكرنب ممكن اعمل لكم فيديو ليها لوحده. وبحشي بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي في منتهى السهولة. الورق بقطعه مربعات صغيرة كده او مستطيلات. حطي الرز ما بتكتريش، ولفي كويس وبروميها وانتي بتلفي كده عشان تبقى مقفولة كويس، وامسحي من عليها اي بواقي رز، ورصي في الحله بتاعتك. عايزه تحطي في قعر الحله بقى شويه ورق كرنب باقيين ولا حاجه ماشي، بس انا ما بحبش كده لان عندنا بيحبوا قعر الحله ده اكتر من المحشي نفسه. هحطه بقى على النار زي ما انتوا شايفين كده. حطيت على وشه طبق وهسقيه بالشوربه بتاعتك. يعني كل ما الشوربه بتاعتك تبقى محبشه وطعمها حلو وسمينه كده، كل ما تدي المحشي طعم حكايه. هبدأ بقى انزل بتلات اربع مغارف من الشوربة كده، وهنزل بقى ايه، هفضيها من على الطبق كده. انا بنزل كده ليه؟ علشان المحشي ما يفكش مني. نزلت الشوربة على المحشي على طول يفك مني اهو. بصوا كده، وههز الحلة كويس علشان الشوربة تنزل لتحت، وهسقي كويس لغاية ما يكون اول صف باين منه حاجة بسيطة كده. يبقى كده الشوربة بتاعتك مظبوطة ظابطة تمام. حطي الطبق على الوش بقى علشان تجمري المحشي لما يجي يزيد وزنه، لما يجي يستوي والرز يزيد ما يفكش، يفضل كل صباع بصباعه كده، وكله محتفظ بشكله، ما يتخنش ولا يفرشح ولا يجراله اي حاجة. ده اول ما ياخد غلوة بوطي النار عليه بهدي، ومسافة 20 دقيقة بيبقى استوى زي ما انت شايفة كده بالجمال ده. ولا في رز طالع منه ولا في اي حاجة. بصوا حاجة في منتهى الجمال. انزلي بقى في الصينية بتاعتك بقى بالحلة كلها كده زي ما انت شايفة الحركة الجميلة دي، وكلي احلى واجمل محشي واطعم محشي وكل التكات والحركات والحاجات اللي قلتلكوا عليها دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وتسيبوا لي رأيكم في الكومنتات. سلام عليكم.